السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. اليوم بغيت نتشارك معكم هذا الكيك ديال الزمن الجميل. مقادير قدام ديال 4 البيضات، الصراحة كيعجبني بزاف وبغيت نديرو، قلت نتشاركو معكم. كنتمنى يعجبكم وينال استحسانكم، وهانتوما معنا ان شاء الله في المقادير. هنايا عندي في المقادير واحد الدانون يكون فاني ولا بنان، وعندي كاس ونص ديال سنيده، عندي كاس د الزيت ما عامرش، عندي 4 البيضات، عندي 14 غرام ديال الخميره كيماويه، وعندي ساشي ديال الكاكاو وساشي ديال الفاني. غندوزو نخلطوا هاد المقادير ديالنا، وبالنسبه للدقيق تيبقى على حسب الخليط. ناخذوا البيض، بسم الله، نزيدوا له الفاني سنيده كاس ونص، الياغورت، نطحن مزيان هاد الخليط ديالي. بسم الله، كنطحنو شويه باش تذوب سنيده. دابا غنزيد هاد الزيت، بسم الله، دابا نبقى نزيد الدقيق بشويه. بسم الله، كنزيدو مع هاد الخمارات جوج، غنقسم هاد الخليط هكا على جوج. بسم الله، النص الاخر غادي نخليه هنايا. غنزيد ليه الكاكاو، هاد النص الاول درت ليه الكاكاو، وكتشوفوا الختوريه الا خصكم الدقيق كتزيدوه. وحتى بالنسبه لهذا النصف الاخر الا بالكم خاصو الدقيق كتزيدوه، انا كيبان لي برك عليه. غندهن المول ديالي ونرجع معكم. الخليط الابيض زدت ليه شويه ديال القشور الحامض محكوكين، ممكن تزيدوا واحد العصره ديال الحامض، واحد المعلقه صغيره هكاك، وتخلطوه باش يجي منسم مذاق الحامض. كيبقى اختياري. دابا كناخذ هذا الخليط هذا ديال الكاكاو مع الخليط الابيض وكنكبوهم دقه واحده. بسم الله،
دابا غادي ندوز ندخلها للفران. الفران شعلته كيسخن، غنقصو على حدو ونخليه كيطيب على الخاطر تيتنفخ معنا الكيك ديالنا ونرجع معكم. هذا هو الكيك ديالنا من بعد ما خرجنا من الفران، تيجي مفشفش منفوخ خفيف. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. هاد الجهه البيضاء درت فوق منها كريمه بالحامض، والجهه الاخرى درت صوص شوكولا. نتوما كيبقى التزيين على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. كنتمنى تجربوه وينال اعجابكم. بالصحه والراحه. هنا بالنسبه للكريمات اللي درت من فوق الكيك غنخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف. الطريقه سهله مهله. كنتمنى تجربوا هذا الكيك وينال اعجابكم، وبالصحه والراحه.